شو عند ولادك زي ما سمعوا. تعالوا ودير يا دخل. يلا يا أمل. العدل أساس الملك، وبالعدل تنهض الشعوب وتتقدم. والآن نقدم لكم مسرحية بعنوان حكمة قادر لطلاب مدرسة الإيمان الإعدادية بالفرنسية. يحكى أنه كان في قديم الزمان في أحد الإمارات يوجد قاض عدل، يشخص الحقيقة في الحال، ولا يستطيع أحد من المحتالين خداعه. بأي حال من الأحوال فسمع أحد الأمراء عن أمر هذا القاضي، فقرر أن يتحقق بنفسه عن صحة ما قيل له عن هذا القاضي العادل. فتنكر في زي تاجره وامتطى جواده متوجها إلى ساحة المدينة. وعند مدخل المدينة اقترب منه رجل كثير، اقترب منه رجل كثير، اقترب منه رجل كثير. أعطيني صدقة لله، أعطيني صدقة لله. تفضل هذه الصدقة وادعو لي الله بأن يوفقني. لماذا تتشبث بردائي؟ ما الذي تريده بعد؟ ألم أعطيك صدقة؟ بلى، ولكن اعمل معي معروف وخذني إلى ساحة المدينة. ساحة المدينة؟ نعم. لي جواد بالخارج، هيا بعد. بارك الله فيك، أعزك الله، بارك الله فيك. وصل الإسلام إلى ساحة المدينة، لكن حدث شيء غريب، حدث شيء غريب، حدث شيء غريب. لقد وصلنا إلى ساحة المدينة. هيا انزل من على ظهر الجواد. لا، لن أنزل من على ظهر الجواد. هيا انزل، لقد وصلنا إلى ساحة المدينة. أنزل، ولمن نزوله الجواد ملكي. الجواد ملكك؟ نعم، الجواد ملكي وليس ملكك أنت. فلتنزل بقوة. لا، لن أنزل من على ظهر الجواد. لا، الجواد ملكي وليس ملكك أنت. الجواد ملكي أنا وليس ملكك أنت. الجواد ملكي أنا أيها التاجر المحتال. أنت تكذب عن جوادي. أنت كاذب. الجواد ملكي أنا وليس ملكك أنت. ماذا حدث بينكما؟ حدث بيننا، طلب مني هذا التزيء صدقة فأعطيته صدقة، ثم تشبث بردائي وطلب مني أن آخذه إلى ساحة المدينة فوافقت. وعندما وصلنا إلى ساحة المدينة رفض النزول وادعى ملكيته للجواد. ولما النزاع؟ اذهبوا إلى قاضي المدينة. فلنذهب إلى قاضي المدينة.
أيها الحاجب، نادي على المتخاصمين. نادي على نادي على القضية الأولى. القضية الأولى النجار والسماء، فليتقدم النجار والسماء. ما هي شكواك أيها النجار؟ يا سيد القاضي، لقد اشتريت من هذا الشخص سمنة، وعندما أخرجت المحفظة لأعطيه الثمن اختطفها من يدي، محاولا انتزاع النقود، وهكذا جئنا إليك يده على يدي ومحفظتي، ولكن النقود نقودي. وما هي شكواك أيها السماء؟ هذا كذب يا سيادة القاضي. لقد جاء النجار يشتري مني سمنا، وبعد أن منعت له إبريقا كاملا طلب مني أن أفك له قطعة ذهبية، فأخرجت المحفظة ووضعتها على المنضدة، فأخذها وأراد هذا كذب يا سيادة القاضي. نعم، كذب كذب. وجئنا بها إلى هنا. وأين هي النقود؟ أيها النجار والسماء، اترك النقود واحضرها غدا. أمرك سيد القاضي. أيها الحاجب، نادي على القضية الثانية. القضية الثانية التاجر والكسير، فليتقدم التاجر والكسير. ما هي شكواك أيها التاجر؟ يا سيادة القاضي، طلب مني هذا الكسيح صدقة، فأعطيته صدقة، ثم تشبث بردائي وطلب مني أن آخذه إلى ساحة المدينة، فوافقت. وعندما وصلنا إلى ساحة المدينة رفض النزول، إنه يكذب يا سيادة القاضي، وادعى ملكيته للجوهر. ما رأيك أيها الكسيح فيما هو منسوب إليك من تهم؟ كلا، هذا كذب يا سيادة القاضي. فأنا الذي كنت منتدعا على جوادي وهو جالس على الأرض، فطلب مني أن أحمله، فسمحت له بركوب جوادي. إنه يكذب يا سيادة القاضي. أنت. وعندما وصلنا إلى ساحة المدينة رفض النزول وادعى ملكيته إنه للجواد. يكذب يا سيادة قلت القاضي. أصمت. ولكن الجواد جوادي يا سيادة القاضي. أيها التاجر والكسيح، اترك الجواد واحضرها غدا. أمرك سيادة أمرك القاضي. سيادة القاضي. غادر المتخاصمون القاعة، ومكث القاضي يفكر ويفكر. كيف يعرف صاحب النقود؟ وكيف يعرف صاحب الجواد؟ حتى جاء اليوم التالي، يوم سماع الحكم بين المتخاصمين. أيها الحاجب، نادي على المتخاصمين في القضية الأولى. المتخاصمون في القضية الأولى النجار والسماء، فليتقدم النجار والسماء. أيها النجار، النقود نقودا. النقود نقود يا سيادة القاضي. أيها الحراس، أما هذا فاضربوه بالعصا 50 ضربة. لا يا سيادة القاضي، ظلم ظلم، النقود نقودي، لا ظلم. شكرا لك سيد القاضي، شكرا لك سيد
أيها الحاجب، نادي على المتخاصمين في القضية الثانية. المتخاصمون في القضية الثانية التاجر والكسير، فليتقدم التاجر والكسير. أيها التاجر، هل تستطيع معرفة جوادة من بين 20 جوادا؟ نعم يا سيادة القاضي. وأنت أيها الكسيح، هل تستطيع معرفة جوادة من بين 20 جوادا؟ 20 جوادا؟ نعم يا سيادة القاضي، أستطيع معرفة جوادي. إذن فلنذهب إلى الإسطبل. محكمة. أيها التاجر، الجواد جوادة. لا. فخذه. لا يا سيادة القاضي، الجواد جوادي أنا. أيها الحراس، أما هذا فاضربوه بالعصا 50 ضربة. لا، ظلم يا سيادة القاضي، ظلم. الجواد جوادي. لا، ظلم يا سيادة القاضي. ما الذي تريده أيها التاجر؟ أما أنك غير راض عن حكمي؟ بلى يا سيادة القاضي، ولكن أردت أن أعرف كيف عرفت أن الجواد لي وليس الكسيح، وأن النقود للنجار وليست السمان. أيها التاجر، أما النجار والسمان فقد وضعت النقود في قدح ماء، ثم نظرت إليه لأرى ما إذا كان السمن طافيا على سطح الماء، فلو كانت النقود للسمان لكانت ملوثة بيديه الدسمتين ولطف السمن في القدح. وكيف عرفت أن الجواد لي وليس للكسيح؟ أيها التاجر، أما معرفة مالك الجواد فكانت أصعب، فالكسيح أشار مثلك في الحال على الجواد من بين 20 جوادا، فأنا لم أقدكما إلى الإسطبل لأرى ما إذا كنتما ستتعرفان على الجواد، ولكن لأرى أيكما سيتعرف عليه الجواد. فعندما اقتربت أنت منه رفع رأسه ومده إليك، وعندما اقترب الكسيح إليه رفع أذنيه وقائمته مستنكرا، وهنا عرفت أنك صاحب الجواد. الآن أنا لست بتاجرا. لست بتاجر؟ نعم. إذا من أنت؟ أنا أمير البلاد. أمير البلاد؟ نعم، أمير البلاد. جئت لأعرف حقيقة ما يقال عنك، أنك قاض عادل، فاطلب ما شئت لأكافئك به. شكرا لك أيها الأمير، فأنا لا أحتاج مكافأة على أداء عملي بصدق وإخلاص. شكرا لك أيها القاضي. شكرا لك.